السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فراولات الحلوين، جمعة مباركة عليكم يا رب. من فترة كده لاحظت إن شعري بيُقع جامد جدًا زي معظم الستات طبعًا، طنِّشت، بعدين بعد كده لقيت الموضوع عمّال يزيد، 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 فقُلت لأ بقى نعمل وقفة ونشوف في إيه، فعملت شوية تحاليل كده ودي مهمة هاقول لكم عليها في آخر الفيديو، علشان أعرف سبب التساقط إيه، لإن مهم جدًا وأنتِ بتعالجي شعرِك من التساقط تبقي عاملة تحاليلِك عشان تعالجي داخلي وخارجي. وبعدين بعد كده ابتديت أستخدم بقى منتجات لشعري، في حاجات منها جابت نتيجة وحاجات ما كانتش ليها أي تأثير، فعلشان ما تضيّعيش فلوسِك ووقتِك على الفاضي، أنا هنا النهارده في الفيديو هاقول لِك إيه المنتجات اللي ما لهاش أي لازمة خالص، وإيه المنتجات اللي جابت معايا نتيجة، فيالّا بينا نبتدي. أول حاجة معايا كانت الspray بتاع تولا، تولا ده كان الدكتور اللي كاتبه لبنتي، وللأسف يعني دي أوحش حاجة أنا استخدمتها، بجد وِحِش جدًا، مع إن في زيوت يعني في زيت الأفوكادو، زيت جوجوبا، وفي الروزماري، وفي كافيين، بس كان وِحِش جدًا، جدًا، بينشّف شعرها أوي، والتساقط ما وقفش ولا أي حاجة، بُصّوا وما كانش رخيص، يعني أنا لسه عندي العبوة دي استخدمت نُصّها، ما قدرناش إن إحنا يعني نكمّلها، وعندي العلبة التانية كانت جاية عرض كده معاها علبة تانية لسه ما استخدمناهاش خالص، يعني دي أوحش حاجة بجد فعلًا استخدمتها، فده ما حدّش يجيبه نهائي، بجد والله خسارة فيه الفلوس. تاني واحد حبيب أخوه من حبيب أخوه مفتاح الspray بتاع Derma Active مَيّة في إزازة، يعني برضه جِبته بناءً برضه على ترشيح برضه دكتور يعني بس ده بقى دكتور على النت يعني، وبرضه ما عملّيش أي حاجة، ما بيعملش حاجة بقى، يعني لا بيوقّف تساقط ولا بيطوّل ولا بينشّف ولا بيلزّق، هو ابن حلال يعني ما بيعملش حاجة خالص، في حاله، في حاله جدًا يعني، فده برضه Derma Active ده فاكس، خسارة فيه الفلوس وحياة ربنا يعني. نيجي بقى عند اللي هي القطّارة بتاعة First Vogue، يعني هنقول ده كويسة إلى حدٍ ما، هي كانت برضه عرض وكنت جايبة 2 كده، كانوا عرض كانوا ب500 جنيه، أنا استخدمت الإزازة دي فاضل فيها شوية صغيّرين خالص يعني، وفاضل إزازة عندي كاملة. بُصّوا عايزة أقول لكم إنه طلّع لي baby hair بس بسيط أوي، نتيجته بطيئة أوي، آمم لكن التساقط فضل موجود، مع إن هو مكتوب عليه إن هو بيوقّف التساقط وإن هو بيحفّز نمو الشعر، لأ ده ما حصلش، يعني التساقط فضل مستمر بنفس الشدة، كل حاجة زي ما إحنا، رغم إن أنا كنت زي ما قُلت لكم عملت تحاليلي وشُفت إيه الفيتامينات الناقصاني وكل القصص دي، فبرضه هو يعني ما كانش أحسن اختيار بالنسبة لي، يعني لو هارجع إن أنا أكرره تاني لأ ما أكرروش تاني. كمان في نفس الفترة دي استخدمت الأمبولات دي بتاعة Hair Daily بيبقوا 5 أمبولات كده فيهم زيوت وفيهم برضه حاجات بتحفّز نمو الشعر ومش عارفة إيه، برضه ما شُفتش منّهم أي نتيجة في الفترة اللي أنا استخدمتها، وبعدين يعني نتيجته بطيئة بصراحة يعني، بعدين قال لِك لأ النتيجة بتبان من تاني استخدام، فلمّا جيت أجيبها تاني مرّة لقيت سعرها بقى غالي جدًا، أنا الأول كنت جايباها بحوالي 300 أو 350 بعدين لقيت سعرها وصل 700 جنيه، فقُلت لأ يعني حرام بقى يعني هاجيب حاجة وأنا مش شايفة منها أي نتيجة. فدي وقّفتها، عايزة أقول لكم كنت باستخدم hair daily دي مع ال القطّارة اللي أنا وريتها لكم من شوية، والنتيجة تكاد تكون معدومة يعني. نيجي بقى لبداية الحلوين، ألوكيتا، ألوكيتا spray ده لوقف التساقط بصراحة هو حلو، ما بينشّفش الشعر، ما بيلزّقش الشعر، المكونات بتاعته كويسة، يعني فيه كافيين وفيه فيتامين A وC وE وفيه green coffee وفيه اللي هو زيت دِل الحصان. يعني في وفي بيوتين وفي كاستر oil بس بصراحة هو ما وقّفش التساقط، هو في شوية baby hair طلع، لكن التساقط ما وقفش. أنا بقى باستخدمه علشان أنا كنت جايبة المجموعة كلّها بتاعة ألوكيتا اللي هي كان شنطة كده فيها الspray ده وفيها حمام كريم وفيها shower gel وكان فيها بلسم، كان فيها كذا حاجة يعني، فقُلت بالمرّة يعني كان سعرها عبيط يعني كان سعرهم كلّهم تقريبًا كانوا 5 منتجات أو 6 منتجات وكانوا ب850 جنيه، فجرّبته، أجيبه لوحده تاني لأ ما اجيبوش لوحده، هو أنا مستمرّية عليه حتى الآن عشان أخلّصه، بس مستمرّية عليه مع حاجة تانية، فأنا كنت باستخدمه مع الشامبو بتاعه اللي هو ده علشان القشرة، وبصراحة الشامبو ده ممتاز في تنضيف الشعر من القشرة وما بينشفش الشعر نهائي يعني. خصوصًا الأخضر، يعني عشان في منه الأزرق، بس الخاص بالقشرة اللي هو الأخضر ده كان حلو جدًا وبيحفّز نمو الشعر، لكن زي ما قُلت لكم التساقط ما وقفش. إيه أكتر حاجة بقى اللهم بارك، اللهم بارك وقّفت معايا التساقط، منتجات باريشيا، قسمًا بالله العظيم
ده إعلان يعني أنتم شايفين عدد الناس في القناة قد إيه، يعني أكيد مش إعلان. العلبة دي كان فيها علبتين هيرسكينو، ده كانوا عرض فيتامين هيرسكينو ده، كانوا علبتين مع بعض، أنا خلّصت علبة وشريت من العلبة التانية، وكمان بيبقى فيها سيرم للشعر، السيرم ده حلو جدًا على فكرة وواقي للحرارة كمان وبيرطّب الشعر وريحته حلوة، يعني السيرم ده لوحده سعره 400 جنيه لكن في العرض كان أرخص طبعًا. والأمبولات بقى اللي هي فيها الخلاصة، الأمبولات دي كانوا 5 أمبولات أهو، أنا استخدمت منهم 3 في واحدة مش موجودة بس أنا والله مخلّصاها ونُص، يعني أنا كده استخدمت 3 أمبولات ونُص، أنتِ بتستخدمي الأمبول الواحد على مرتين في الأسبوع أو 3 مرات، يعني مش أقل من كده، يعني ما تستخدميهوش مرة واحدة. عايزة أقول لكم قسمًا بالله العظيم نتيجته اللهم بارك ممتازة، ممتازة، يعني طلّع لي baby hair في وقت قليل والbaby hair ابتدى يطول، يعني الbaby hair ابتدى يطول، أكتر حاجة بقى مضايقاني عارفين أنتم الشعر أمّا يطلع كده فتحسيه واقف بقى في كل حتة، لأ طلّع لي baby hair والbaby hair ابتدى يطول، والتساقط وقف بنسبة هنقول مثلًا 60 أو 70% في المدة القليلة دي، دي بالنسبة لي نتيجة ممتازة، بالنسبة للي أنا كنت فيه، يعني بالنسبة لشدة التساقط اللي أنا كنت واصلة له في إن أنا أوصل للنتيجة دي في الفترة دي، فاللهم بارك حلو جدًا. للأمانة بقى أنا استخدمت معاه فيتامين كمان كده جِبته من الصيدلية، سمعت حد بيتكلم عليه، فيتامين رخيص يعني هو ده، اسمه بيبون، بيبون ده كان سعره تقريبًا 38 جنيه وموجود في كل الصيدليات، برضه بيحفّز نمو الشعر جدًا، حلو أوي على فكرة، فاستخدمته معاه، ده يعني أنا مستمرية عليه بانتظام، الhair skin ما انتظمتش عليه أوي، كنت أحيانًا بانساه يعني. بس، يعني دول أكتر يعني حاجتين أنا استخدمتهم في الفيتامينات، ما استخدمتش فيتامينات تاني بقى غير إن أنا حلّلت، فشُفت إيه اللي ناقص عندي، التحاليل بقى هي دي اللي هو فيتامين د ومخزون الحديد CBC اللي هو صورة دم كاملة، والفيتامينات اللي طلعت ناقصة عندي خدت لها الأدوية الخاصة بيها، علشان الحاجات دي هي المسؤولة عن التساقط بتاع الشعر. كمان حاجة مهمة لو شعرِك فيه قشرة فلازم تعالجي القشرة، لإن القشرة بتوقّع الشعر ومهما خدتِ منتجات وخدتِ فيتامينات هيفضل شعرِك يُقع طالما فيه قشرة، فلازم القشرة تتعالج كويس جدًا. فده الروتين اللي أنا مشيت عليه، الحمد لله ما بقاش فيه قشرة، ما بقاش فيه تساقط زي ما قُلت لكم بنسبة 60 مثلًا في المِيّة، و أنا كنت جايبة ده عرض يعني أنا خلاص هاخلّصها وهارجع أجيبه تاني، بس أنا ما هاجيبش السيرم بقى ولا الفيتامين لإن هُم لسه عندي، أنا هاجيب الأمبولات بس. كل شوية على فكرة الشركة دي بتعمل عروض حلوة جدًا، أنا مش فاكرة العرض ده كان سعره كام، تقريبًا كانوا مش فاكرة 800 جنيه والّا 850 فهارجع أكرره تاني بس هاجيب زي ما قُلت لكم الأمبولات بس. جرّبوا وزي ما قُلت لكم ده عن تجربة شخصية أنا معايا، جاب معايا نتيجة الحمد لله بعد كل الحاجات اللي أنا استخدمتها دي. عايزة أقول لكم على حاجة لو شعرِك فيه قشرة ما تستخدميش حمام زيت على شعرِك، لإن هيزوّد القشرة. آآ بس كده، يا رب تكونوا استفدتوا من اللي أنا قُلته، لو عندكم أي استفسارات سيبوها لي، وأشوفكم في فيديو جديد، مع السلامة.